اليوم بحول الله سبحانه وتعالى وطوله وقوته ومدده وإنعامه سنشرع في المنارة الثالثة، وهي بعنوان اختبارات الصدق. بس قبل ما نبدأ في هذه المنارة، منارات على طريق التزكية، تعالى نرجع وراه ونراجع ونشوف احنا كنا بادئين ازاي. احنا قلنا يا جماعة ان تزكية النفوس هي ملة إبراهيم عليه السلام، فلما أمر الله سبحانه وتعالى باتباع ملة إبراهيم حنيفة فكان من معالم الملة الحنيفية تزكية النفوس. ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طيب ايه الفرق بين التزكية والتربية؟ تزكية النفس، وقبل ما نتكلم عن دي احنا قلنا ان تزكية النفس، فتزكية النفس هي ملة إبراهيم حنيفة، وهي أخطر قضية ذكرت في القرآن، وأستدل على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى ساق لها أطول قسم في القرآن. فهذا القسم الطويل، أول قسم في القرآن كلا والقمر، وأطول قسم في القرآن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والعجيب إن لو هذا القسم الطويل كان في صورة زي سورة البقرة كان مع طول مش هيبقى باين، إنما ده ربنا سبحانه وتعالى يجيبه في صورة القسم يشغل نصف الصورة تقريبا. يعني صورة الشمس يا جماعة نصها هذا القسم، طب والنص الثاني في حيز جواب القسم. ليه؟ لأنه جواب القسم إيه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد خاب من دساها زي مين؟ ثمود، كذبت ثمود بطغواها. فربنا ادانا نموذج على القسم الذي خاب فدساها، فقال كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فالصورة كلها يا جماعة تعتبر في تزكية النفس، والنفس واسم الصورة صورة الشمس، وكأن هذا فيه إشارة إلى أن النفس إذا زكيت أضاءت وأشرقت حتى صارت أشد إضاءة وإشراقا من الشمس في رابعة النهار، وأنها إذا لم تزكى فدساها صاحبها أظلمت حتى صارت أظلم من وحل الطين، دساها في الطين. طيب لكي نحصل على هذه التزكية تأتي قضية التربية. يبقى التربية هي مجموعة الإجراءات والعمليات التي من خلالها نصل إلى التزكية. فالتزكية غرض ومقصد، والتربية وسيلة. وتأتي كلمة التربية من رب الشيء يربه، والتربية هي إصلاح متدرج. يبقى قضية التزكية يا جماعة هتيجي في يوم وليلة؟ لا، ده موضوع إيه؟ طويل ولا بد فيه من التدرج. طيب شيئا فشيئا، عشان كده بيحتاج وقت. وده سر ان سيدنا ابراهيم عليه السلام ياتي بافعال مضارعه، يتلو عليهم اياتك والكتاب والحكمه ويزكيهم، كلها افعال ايه؟ مضارعه تفيد التجدد، شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فهي عمليه مستمره متجدده، كل يوم فيها جديد، كل يوم فيها جديد. لازم قضيه التربيه والتزكيه يكون كل يوم فيها جديد. طيب جميل. طب ايه هي بقى معاني التزكيه؟ طب انا عاوز اتزكى فلازم يكون فاهم معاني التزكيه، عشان من خلال هذه المعاني هعرف اتزكى ازاي. جميل. التزكيه قلنا قبل كده ان لها 4 معاني، وممكن نختصرهم في معنيين. خلاص؟ فهي 2 اجمالا 4 تفصيل. 2 اجمالا التخليه والتحليه، التخليه والنماء والزياده. خلاص؟ فزكى الزرع اذا نما، شيء زاكي طاهر. خلاص؟ يبقى التزكيه قائمه على هذين الاصلين. لكن لو جينا نفصل اكتر، لا، هي قائمه على 4 اصول. اول اصل هو الطهارة من ايه؟ من الذنوب والمعاصي وسيء الاخلاق التي تقود الى الذنوب والمعاصي. وخلي بالك من ديت لانه مهم جدا. فمثلا الشح، اليس هذا خلقا؟ نعم. طيب الشح قد يطاع، فاذا ما اطيع حمل على معصية الله ولا بد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شح مطاع ومن هوى متبع. طب هو ليه الشح إذا أطيع قد يفسد صاحبه؟ لأنه سيحمله على ارتكاب المحظور ولا بد. فالشح يجعله يقطع رحمه، الشح يجعله يسرق، يختلس، يمد يده إلى الحرام.
الشح يجعله يبخل بفرض الله سبحانه وتعالى فلا يخرج زكاة ماله. وقد يكون الشح حتى في المعنويات، فيكون شحيحا بالنصيحة، شحيحا بالدعاء لغيره، شحيحا بكل شيء. فلا بد إذن للتطهير. عشان أتطهر لازم أتطهر من الذنوب والمعاصي وسيء الأخلاق والأدواء التي تقود إلى الذنوب والمعاصي. هو ده عملية التطهير. طيب كيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في قضية التطهير من المحرمات، التطهير من الذنوب، التطهير من سيء الأدواء والأخلاق؟ كان منهج واضح وصريح قائم على البت والحسب وعدم التدرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا، وفي رواية صحيح فاجتنبوه. وفي سر لطيف جدا بلاغي هنا، ان الاجتناب معناه ان تكون في جانب والمحرم في جانب اخر، فيتأتى من ذلك اجتناب وسائله والذرائع المؤدية اليه. فاجتناب الزنا يقتضي عدم الاختلاط بالنساء والبعد عن النساء والبعد عن محادثة النساء والخضوع بالقول والى اخره. فكلمة الاجتناب معناه ان تكون في جانب، وهو في جانب فمعنى ذلك انك ستبتعد عنه اكثر من المطلوب سدا لذريعة الوقوع في الحرام. لذلك جعل الله لكل حرام حمى، مناطق قبل أن تصل إلى الحرام لابد أن تبتعد عنها، لأنك إذا وقعت في الحمى وفي الشبه فقد وقعت في الحرام، وإن من حمى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فابعد. يبقى تلاحظ إن المنهج هنا واضح وصريح، إيه؟ بت وحسب واضح وصريح يقتضي منك العزم على الترك دفعة واحدة. يبقى هنا ينفع أقول بالتدرج؟ لا. وعلى كده أقوال الدكاترة ودكاترة الإدمان ودكاترة الإباحية ودكاترة الإدمان المخدرات وإدمان السلوك قال لك لازم من قرار حاسم وواضح أن تترك فورا. ليه؟ لأنك بمجرد ما هتقول هترك بالتدريج المستقبلات العصبية بتخليك ترجع للذنب تاني. طب معنى ذلك إن أنا ممكن ما أرجعش؟ لا، ممكن ترجع، بس وأنت واخد قرار إن أنت ما ترجعش. مش راجع، مش راجع، رجعت ده موضوع تاني بقى. هذا القرار بعدم الرجعة إلى الذنب مرة واحدة، وربنا يعلم من قلبك أنك صادق فيه، يجعلك بمجرد هذا القرار تنتقل من محور التطبيع مع الشيطان، فتخرج من دائرة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إلى دائرة محور المقاومة، اللي يتصور منك أن تقع في الذنب برضه، لكن هتبقى في دائرة ما من مسلم إلا وما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. فتلاقي نفسك بمجرد ما تاخد القرار، بدل ما كنت كل ما تخلو تعمل الذنب، لا ده انت ممكن تخلو مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه وعشره وما تعملوش، وتيجي بعد المره ال100 ممكن تعمله مره، ربنا يغفر هذا. ما من مؤمن الا له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. يبقى بيتوب بعد كل ذنب بيعمله. الشاهد يا جماعه ان ما تخليش الشيطان يضحك عليك وتقول انا هبطل الذنب بالتدريج. النبي صلى الله عليه وسلم، وده اول اصل من اصول التربيه اللي هي الايه؟ الطهاره. ولازم يعني اقولها ازاي؟ نقرا الفاتحه على كده من الاول. ليه؟ مش عاوز نمشي مع بعض سنه واثنين وثلاثه واربعه واحنا عمالين نتابع في الاوراد ونحفظ قران ونشوف قيام الليل، وفجاه بعد 4 سنين تيجي كده يعني الموضوع يفتح او حاجه تحصل، وفاجأ ان انت بتعمل ذنب معين بقالك 4 سنين ويمكن من قبل ما اعرفك وانت بتعمله وما بطلتوش وما ابدتش مقاومه انك تبطله. فبعد ما حطينا ايدينا في ايدين بعض ومشينا سنه واثنين وثلاثه واربعه نرجع من نقطه الصفر، لان احنا كده ما تزكناش، لان كان اول خطوه في خطوات التزكيه التطهير. يبقى لازم من الاول، طب اقولها ازاي؟ ما نحورش على بعض في ذنب معين. يبقى يا شيخ انا بقع في كذا، وخلي بال حضرتك انا حاولت كذا مره وما عرفتش، ويا ريت تساعدني ان انا اخلص من الموضوع ده. فنحط ايدينا في ايدين بعض، وما تفتكرش ان الحمل كله هيبقى عليا، بالعكس انت عليك جزء وانا عليا جزء، ساعدني اساعدك، فاعني على نفسك بكثره السجود. مش سنه واثنين وثلاثه وعمالين نحضر دروس تربيه وحكايه وروايه وافاجئ ان انت لسه ما بطلتش. مش هينفع. ليه يا جماعه الموضوع كده؟ لان المحرمات سلوب، العلماء بيسموها من باب السلوب. يعني ايه من باب السلوب؟ يعني من باب الترك. يعني ايه من باب الترك؟ يعني محتاج اراده ماضيه. الله اكتر. لما انت هتعمل حاجه هتشيل على كتفك؟ لا، انت هتبطل بس ما عملتش حاجه. عينك مش هتطلقها في الحرام، سمعك مش هتسمع بيه كلام وحش او اغاني او غيبه ونميمه. يبقى من باب الايه؟ السلوب. امال التدرج في ايه يا شيخ؟ في المستطاع، وايه فاتوا منه ما استطعتم. فممكن يبدا بقيام الليل ركعتين،
ونمشي عليهم فتره، وبعد كده ناخد كمان ركعتين ونمشي عليهم فتره، وبعد كده نمشي كمان ركعتين. يبقى التدرج يا حبيبي مش في ترك المحرمات، التدرج في فعل المأمورات. فاتوا منه ما استطعتم، والاستطاعه بتوسع بالتدريب. انا بشيل النهارده 10 كيلو، ممكن لو شلت 100 كيلو مره واحده مش هعرف، بس شلت النهارده 10 بعد كده 15 هتوصل انك بعد كده هتشيل 100. صح؟ اليس كذلك؟ وكلكم ناس جيماويه قد الدنيا وفاهمين الكلام ده، كلكم بقيتوا مدربين جيم. يبقى دي نقطه واضحه وصريحه. هننظف القلب، ننظف البيت. دخلنا على القلب يا جماعه، نظفناه ماشي، زي واحد كده كان داخل في بيت مظلم بقاله 100 سنه ما اتفتحش، ربنا كرمه وفتح الابواب، فتح الشبابيك، الكهرباء كانت بايظه جاب كهربائي يصلحها، وحط لي لمبتين هنا على لمبتين هنا، نور البيت، لقى كراكيب كتير جدا ملهاش اي لازمه، شال الكلام ده كله، نظف البيت كويس جدا، البيت نضف بقى زي الفل ماشي، وكنسوا البيت ورشوا ميه وجاب شويه كمان بريل كده ومعطرات، ولقى البيت زي الفل، نظف البيت، جه يبص لقى الجدران مشرخه، العواميد نفسها مشرخه. الكلام ده ما كانش باين ليه؟ القلب كان مشغول، كان مضلم، والظلام ضيق والخراب ضيق، ما كانش شايف حاجه. لما شيلنا الكراكيب وفتحنا الابواب وحطينا كام لمبه كده، لمبه القران ولمبه السنه ولمبه الدرس ولمبه الموعظه ولمبه الحضور مجالس الذكر، جينا نشوف البيت لقينا الاركان نفسها مشرخه. ده احنا لو كنا استمرنا على كده كان البيت وقع، يعني انتكست. فتخيل ان انت كان فاضل لك اسبوع وتنتكس، كان فاضل لك سنه ونخش على الحد. لولا امن الله علينا لخسفنا. بعد ما نظفنا البيت فوجئنا ان الجدران مشرخه واعمده البيت نفسها مشرخه. اول حاجه هنعملها ايه؟ لازم نرمم، لازم نصلح الاعمده ديت. طب ايه هي اعمده دينك؟ الصلاه، اركان الاسلام. لما فوقنا لنفسنا يا جماعه كانت المعاصي شغلانه مش مخلينا نفكر. فوجئت يا حبيبي انا النهارده بقى عاوزك ناخد الجزء الثاني من التزكيه. اول حاجه التطهير، ثاني حاجه ايه؟ الصلاح، الاصلاح، امنوا وعملوا الصالحات. فنبدا نصلح الدنيا. اول ركن اللي شايل البيت كله الصلاه. يبقى اظن كده الرؤيه واضحه. انا اشك في نفسي وما اشكش في هذه الرؤيه اللي انا بقولها لك، عندي يقين تتزلزل الجبال ولا يتزلزل ان هي دي السكه وهو ده الطريق. وينبغي على السالك ان يرى اخر الطريق كاوله. ومن اصول التربيه التفهيم والتبسيط. لازم يا حبيبي الرؤيه تكون واضحه عندك جدا جدا جدا، وعارف اولك من اخرك. ترك المحرمات، التطهير، ترك الذنوب والمعاصي، ترك الاخلاق السيئه، ومنها الاخلاق القلبيه كالرياء والكبر والعجب والغرور والانا والايجو ورؤيه النفس. انزل من عليائك شويه وتواضع لله، من تواضع الله رفعه. وبعد كده اصلاح الاركان. البيت كان هيقع والله، احمد ربنا انك خدت الاجراء ده قبل البيت ما يقع باسبوع. فابدا اصلح. فوجئت لما جيت اشوف الركن بتاع الصلاه اللي هو شايل البيت، ده الجدار هيقع لان ما كنتش بيصلي. يبقى ابدا اصلح الايه؟ الصلاه. اسمع بقى معانا الصلاه وركز فيهم، وده واجب عليك الاسبوع ده. كل يوم اسمع لك حلقه هتلاقوا موجوده، اسمعها، ولو ربنا قدرنا هنعيدهم تاني. خلاص؟ يبقى ده واجب. ده ايه؟ واجب. الواجب ده أنا سنه ولا مستحب ولا فريضه؟ فريضه، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اصلح صلاتك. فوجئت ان انا ما كنتش بصوم. صيام ايه يا حبيبي؟ ان انت تروح تلعب كرة بعد الفجر لغايه الساعه 8 9، وبعد كده تنام تصحى قبل العصر ب5 دقايق عشان تلحق الظهر، وتصلي العصر وتقعد تتصرمح على الموبايل ساعتين، وبعد كده الاذان يدن واسمنا صم. ده صيام؟ صيام ايه ده اللي خلاك ما تتغيرش صمت واحد؟ فوجئنا ان احنا ما كناش بنصوم يا جماعه. فوجئنا ان احنا كنا هاجرين القران وما بنقراش. فوجئنا ان انت كنت عاق والديك وما بتبرهمش. فوجئنا ان انت ليك عم بقالك سنتين ما شفتوش، قطيعة رحم. فدي نصلح الفرائض. الصلاة، الصيام، الصدقة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. مالكش عذر انت في شق تمرة. ابدا اصلح الحاجات دي يا جماعة. ابقى قايم ليل ونهار بفكر فيه اصلاح الفرائض. الاصلاح. البيت والله كان هيقع. فابدا اصلح دي، صلاه الرحم، بر الوالدين. ابدا اصلح الحاجات ديت، وتقعد بقى تجود اسلامك. يعني ايه؟ اعيش في اصلاح الفرائض ده طول عمري. تبقى روحه بتطلع وانا بحسن في صلاتي، روحه بتطلع وانا
وانا بحسن في صيامي، عاوز اصوم رمضان السنه دي احسن من السنه اللي فاتت، لا عاوز اصوم الاثنين ده احسن من الاثنين اللي فات، فابدا ابدا ابحث عن معاني الصلاه، معاني الصيام، معاني الصدقه، معاني البر، معاني الصله، باب الصله، كتاب الصله. يا جماعه افهموا قاعده، هذا الدين دين تراحمي قائم على تقوية الوشائج. وعلى فكرة ده سياسة الكون كله قايم على ايه؟ حاجات دواير مرتبطة ببعضها، قمر بيلف حوالين أرض، وأرض بتلف حوالين شمس، وشمس عمالة تجري في لمستقر لا، فلا القمر هيسيب الأرض ولا الأرض هتسيب الشمس ولا الشمس هتبطل جري. يبقى الدين قائم على ايه؟ دين تراحمي قائم على وشائج مرتبطة ببعضها عمرها ما تنفك. طب والكفر قائم على قطع هذه الوشائج، قطع هذه الايه؟ الوشائج، فيقطع العلاقة بينك وبين الله، يقطع العلاقة بينك وبين أبيك فتعقه، يقطع العلاقة بينك وبين أخيك فتقطع رحمك. عشان كده سيدنا نوح يقول لابنه يا بني، وسيدنا إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي، وابنه الكافر ما يقولوش يا أبتي، وأبو إبراهيم الكافر ما يقولوش يا بني. فالكافر يقطع تلك الوشائج حتى تكون هذه نظرية الحضارات القائمة. يعني الحضارة الغربية كلها قائمة على قطع الوشائج، الحضارة العلمانية قائمة على قطع الوشائج. عشان كده الأب لما بيكبر بيحطوه فين؟ في دار مسنين. ليه؟ الحضارة بتقول كده. هل هم بيستهجنوا إن الأب يتلقح في دار مسنين؟ لا. هل هم بيستهجنوا ان اب يبقى عنده 75 سنه وشغال عامل ديليفري ويركب الموتوسيكل ويجي ده يبص للعتبه اللي قدام الباب بتاع الراجل اللي هيوصل له الاكل، يجي يبص ده مش شايفها، يطلع ينزل يطلع ينزل ويقوم جاي واقع بطبق الاكل اللي بيوصله للناس قدام بيت الراجل عادي. طب لو ما اشتغلش هيموت، هيدوا له حقنه موت رحيم ويموتوه في دار المسنين، تخلص من المسنين عن طريق الموت الرحيم. قال لي احنا عندنا موضوع الموت الرحيم ده؟ طب عندنا فلسفه دار المسنين اصلا، ده قمه العقوق والبر، مبدا مرفوض. فالشهاده يا شباب ان انا ابدا اقيم هذه الاصول اصلحها. يبقى اول مبدا التطهير، ثاني مبدا الصلاه. طيب ركز معايا بقى في الجمله اللي جايه ديت، لان ديت اللي عليها مربط الموضوع كله. ايه؟ لما اصلح الموضوع هستفيد ايه؟ هتستفيد حاجتين. هستفيد حاجتين لما اصلح الفرائض، لما اصلح الاركان هستفيد حاجتين واضحين جدا. ايه؟ الاولى انك ستعود على القلب والدين بمزيد من التطهير. يبقى بعد ما رممنا البيت كويس مش نضيف اكتر، احلو اكتر، جميل اكتر، بقى اشد جمالا وذوقا وروعه وبهاء. وعليه فلما هصلح الصلاه هيبدا القلب ينضف اكتر. بعد ما كان نضف بنسبه 70-80%، بعد ما كنت تركت الذنوب والمعاصي بنيه 70-80%، هتيجي الصلاه تقويني على ترك الذنوب والمعاصي. ان الصلاه تنهى عن الصلاه اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاه التي اصلحت بمعرفه معانيها وعيش وذوق هذه المعاني. يبقى انا لما تركت المعاصي واتنقلت فورا الى اصلاح الاركان، هلاقي ان اصلاح الاركان هيعني على مزيد من التطهير. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصدقه تذهب غضب الرب. خذ من اموالهم صدقه ايه؟ تطهرهم وتزكيهم به. خلاص. هلاقي الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. والصيام جنه، هيحميك من الذنوب والمعاصي كجنه احدكم في الحرب. فلما نترك الذنوب وطهر القلب واروح لاصلاح الاركان، هيعود ذلك على القلب بمزيد من التطهير فينضف اكتر، فنبعد عن المحرمات اكتر. جميل. 2 الثبات والاستمرار. يبقى ليك نفس، مش هيبقى فيه انتكاسه تاني، مش هيبقى فيه انتكاسه تاني. ليه؟ لو انت تركت المحرمات فتره وما صلحتش الفرائض هترجع للمحرمات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. فايه اللي هيخليك تستمسك؟ ان تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، والايمان قول وعمل. يبقى لازم اعمال صالحه، لازم اصلاح الاعمال، اصلاح الاركان يا شباب، اصلاح الفرائض يا شباب، اصلاح الصلاه يا شباب، هو اللي هيديك نفس،
هيديك طول عمر في طريقك الى الله. يبقى هنستفيد حاجتين، ايه هما؟ ايه هما؟ مزيد من التطهير، 2 ثبات واستمرار. جميل. بقى عندي ثبات واستمرار، ابدا افوق بقى خلاص. البيت كده بقى يقدر يشيل دور واثنين وثلاثه. قبل كده يا شباب كان ايه اللي بيحصل؟ مفيش فرائض مصلحه ومفيش ذنوب اتشالت، والاخ جه دخل المسجد، عاش المود، ذاكر له كلمتين، دخل معهد اعداد دعاء، امتحن، ذاكر، جاب مجموع، ولا محرمات اتثابت ولا صلاة ولا فرائض اتصلحت، وحفظنا كلمتين، خد درس الكتاب ده، تعال اخطب الجمعة دي. اول مرة تطلع يخطب الجمعة كده البيت كان الاعمدة كانت بايظة، فلما طلع بالدور الثاني ايه اللي حصل؟ البيت وقع. عندنا حالات متسجلة يوم وقوعه يوم طلوع على المنبر، اخوة اسماء مكتوب عندنا، يوم انتكاسته يوم وقوعه على المنبر. ليه؟ لما حمل حصل زيادة ايه؟ زيادة احمال، حمل شال، بنى التاني والتالت والاساسات بايظة، وقع. كان يوم خطبته للجمعة يوم وقوعه. ليه؟ ما استحملش فتكبر وانغر بطريقة فجة ترى على قسمات وجهه. كان ناقص يقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من خطيب غيري. وقع ومسجله ومكتوب عندنا. الحاله دي وقعت ليه؟ ازاي؟ وقع. فلازم ما تحملش بقى، اصل انا صوته حلو حصل لي بيكم ما انت فاهم، ما تحملش على نفسك، ارحم نفسك شويه. النبي صلى الله عليه وسلم سمى المحارم مذابح، فلو المحرمات موجوده وفي معاصي سر والفرائض مش متصلحه كويس، اتقي المحارم، اتقي المنابر، هتقع، ويوم ما تقع هتقع على جدور رقبتك. وده اللي وقع ابليس، مع انه كان بيصلي ويصوم ويعبد ربنا مع الملائكه، بس كان جوه في كبر ما تخلصش منه. فلما ربنا حمل عليه بزياده شويه ايه اللي حصل؟ وقع. يبقى هي خطوات لازم تكون واضحه باينه، ترى اخر الطريق كاول. ينبغي، ده باجماع علماء التربيه يا جماعه، ينبغي ان يرى السالك اخر الطريق كاول. تبقى مرسوم، ظبطنا، نظفنا، صلحنا الاركان، البيت جمد، ابني وما تخافش وهتشيل ان شاء الله، هتبقى زي الفل. ابدا بقى في النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فيأخذ مزيدا من التأييد، فيسمع بنور الله ويرى بنور الله ويمشي بنور الله ويده تبطش بنور الله، فيكون من تأييد إلى تأييد، ومن توفيق إلى توفيق، ومن مدد إلى مدد، وكلما ازداد نافلة كلما ازداد الله له حبا فازداد له تأييدا وتوفيقا، فدي تجيب دي والحسنة تجيب حسنة، وعمال بقى ترتقي في منازل السائرين إلى الله حتى تصل. فتحت بقى خلاص، فتحت. النتيجة الطبيعية للسكة دي إيه؟ إنك تاخد شهادتك، ذاكرت ونجحت وتعبت، خد الشهاده. وده المعنى الرابع للتزكيه، وهو الثناء من الله سبحانه وتعالى. وده ليه شاهد في اللغه، يقول لك انت معاك خطاب تزكيه، في حد زكاك، صح ولا لا؟ كلمه تزكيه يعني ايه؟ شهاده بالخير، فهمت؟ شهاده بالخير، صح ولا لا؟ يقول لك مثلا الراجل ده معاه خطاب تزكيه من المقرئ الفلاني ان هو يحفظ، معاه اجازه بالقراءات العشره، معاه خطاب تزكيه من المشايخ ان هو يدرس في الحرم المدني، شيخ تجويد وقراءات مثلا. فربنا يزكيك، يديك الختم زي الدبه اللي هتطلع كده تختم الناس بالمؤمن والايه؟ والكافر. فيباهي الله بك ملائكته. ويا جماعه الخير، ودي بقى مفاجاه وعجيبه وغريبه وابتلاء في نفس الوقت، ايه؟ ان كل واحد فينا له تقييم عند ربنا، ومش مع كثرة الخلائق ربنا هينساك، وما كان ربك نسيا. بمعنى ان كل واحد فينا له تقييم عند ربنا. ليه ايه؟ تقييم عند ربنا. يعني انت ممكن تكون مكتوب عند ربنا مخلص، وممكن تكون مكتوب عند ربنا مرائي، ممكن تكون مكتوب عند ربنا زي ما ربنا قال نعم العبد انه اواب، واحد تاني مكتوب عليه بئس العبد. فيا ترى، طيب سؤال، هل من كتر الناس اللي ربنا خلقهم ربنا هينسى واحد؟ قال مش بتبقى كارثه في الكنترول لما يجي طالب واحد في المدرسه فين درجتي؟ يقولوا له ده احنا دورنا ما لقينالكش درجات. يقول لك ازاي؟ انا دخلت الامتحان، انا عاوز درجتي ان شاء الله اكون ساقط، اديني درجتي.
صح؟ وتبقى مسبه في المدرسه ان الطالب ما خدش الشهاده بتاعته والطالب ما خدش الدرجه بتاعته ويبقى ساقط ويعمل ايه؟ طب سؤال، هو ربنا هينسى؟ هتبقى ساقط عند ربنا وربنا مش هيكتبك ساقط؟ ده لو مدرسه او كليه يا راجل تبقى عيبه في حق. فيا حبيبي المعنى ده لما بيجي الانسان ممكن حياته تتغير جمله وتفصيلا. ان انا مكتوب عند ربنا ايه؟ نعم العبد ولا بئس العبد. هتبقى مكتوب عند ربنا امام وفي غيره مكتوب امه، ان ابراهيم كان امه، ولا امام تهدي الى النار، ولا يوم القيامه تبقى من المقبوحين. فانت ايه من دول؟ فدي السكه، ادي اولها وادي اخر. طيب وانت ماشي لازم تاخد منارات. بيقول لك لابد في الطريق من صوى واعلام. في الطريق ايه؟ صوى واعلام. ما هي الصوى؟ منارات، اعلام. طول ما انت ماشي في الطريق لو لقيتها يبقى انت ماشي ايه؟ صح. ما لقيتهاش يبقى في حاجه غلط. اول مناره هتوضح لك الطريق وتعرفك ملامحه، خدناها قبل كده، ان تعلم انها حرب فتلبس لها لامة الحرب. وقلنا الحرب مستمرة وبلا هوادة والشيطان مش هيعمل هدن، وهذه الحرب لن تنقطع إلا بموتك. فيتخش جنة يتخش نار، يتخش جنة يتخش نار من ساعة ما بتتولد لغاية ما بتموت. فتلبس لها لامة الحرب. اتنين اتباع استراتيجيات جديدة. يعني ايه؟ يعني مش كل مرة هنلعب على أرضه، مش كل مرة أبقى أنا في صفه. لما تخش الأوضة تقفل على نفسك، أنت كده فين؟ تلعب على أرض هيهزمك. طب أعمل إيه يا شيخ؟ اطلع من الأوضة اجري وروح الجامع، اقعد ساعة قبل الفجر ما يد. لما أنت تبقى في المسجد أنت كده خدت إيه؟ استراتيجية جديدة. سحبته من أرضه ليه؟ لأرضك أنت. المسجد بيت كل تقي. احنا كده بقينا أنت كده في بيت أنا بقى. هزلك أنا بقى. خدت بالك؟ فاتباع استراتيجية جديدة. مش كل شوية هيلعب على الأرض. مش كل شويه هبقى حاطط ايدي في كلبشات ومسلم له نفسي تسليم اهان. لا، نغير بقى مسار المعركه شويه. تعال لنا احنا بقى، احنا اللي عاملين لك الكمين المره دي. خلاص؟ فلما يجي يعرض عليك الفتنه ما تفتحهاش، انما تعمل ايه؟ الله اكبر ومصلي ركعتين. ساعتها يقوم جاي باعت لك شيطان ضعيف اسمه خنزب. ذاك شيطان يقال له ايه؟ خنزب. وللوضوء شيطان اسمه الولهان. ما كل حاجه لها ايه؟ شيطانها. مش هتقدر انت على شيطان الشهوات، مش هتقدر على شيطان الخلوات. شيطان الخلوات جامد ومتغذي واكل كويس. فلما تبقى في الخلوه ايه اللي هيحصل؟ هيهزمك. انما لما تيجي على المسجد لا، ده ضعيف خالص، اخره يوسوس لك في الصلاه شويه مقدور عليه، هنستعيذ بالله منه يطلع يجري. فنغير مسار المعركه، بدل ما هو دايما اللي مكتفنا نبدا احنا ايه؟ نكتفه. بعد ما خدنا المنارتين دول ناخد المناره الثالثه. المناره الثالثه يا جماعه بعنوان اختبارات الصدق. يعني ايه؟ يعني لازم هتختبر يعني هتختبر. يبقى المنارة الثالثة بعنوان اختبارات الصدق. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب ومع العسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد تبلغوا. سؤال يا جماعة، القصد تبلغوا في ترك المحرمات ولا فعل المأمورات؟ أظن كده وضحت اهي بقى، بانت اهي، بقت مفهومة بفضل الله سبحانه وتعالى. أول ما الأخ يبدأ ياخد سكة الاستقامة، عاوز بقى سكة الالتزام ويمشي في سكة ربنا سبحانه وتعالى ويصلح حاله مع ربنا زي ما قلنا، ويسلك طريق التزكية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ويجمع الهمة على الصعود في مدارج الإيمان، ويبقى كل ما يقرأ في سيرة السلف الصالح وعباداتهم والإمام بشر الحافي والجنيد والعبد القادر الجيلاني والواصلين وعماد الدين الواسطي والناس الحلوين دول، وعاوز بقى يبدأ ينطلق معاهم، يفاجأ إن يمشي خطوات ويقف. صح ولا لا؟ يبدأ قراءة قرآن ويقف، يبدأ قيام ليل ويقف، صيام اثنين وخميس وما يكملش. طب في ايه؟ في ثقل مكبل الجوارح، اقدامه تقيله مش قادر يمشي كانها متكتفه، عزيمته بعد ما كانت ماضيه تتحل، يبدا يجي له كآبه واحباط. هو انا كل لما اجي امشي شويه اقف. الخطا هنا يا جماعه في ايه؟ انه مش عارف طبيعه الطريق.
زي ما قلنا هو احنا معنونا بايه؟ مناره. لما تبقى فاهم طبيعه الطريق هتبقى الدنيا منوره معاك. خلاص؟ لازم اول ما نمشي في الطريق الى الله لازم توطن نفسك على اختبار صدق العزيمه. اختبار ايه؟ صدق العزيمه. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ان يقولوا امن. التزمنا مشينا في سكتك يا رب، يبقى هتفتن. يعني ايه هتفتن؟ هتختبر. هتختبر في ايه؟ في صدق عزيمتك. هتختبر في صدق عزيمتك، وساعتها الناس هتبدا تصنف. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولا يعلمن الكاذبين. فلازم تحذر منطقه الابتلاء، وتبقى عارف ان في منطقه اسمها منطقه الابتلاء هتجيلك بعد ما تمشي. يبقى انا فاهم ان انا هقابلها، وفاهم ان المرحله دي هتبقى اشد واشرس مرحله بعد الانطلاق. مش كده تبدا تلاقي اخ كان بيحضر الدروس وقع، يجي في الورد الاسبوع الثاني ويقف. ليه؟ هو مش واخد باله انه في منطقه اسمها منطقه الابتلاء. طب اللي دارس الموضوع وشيخه مبصره وعارف الدنيا اولها من اخرها يبقى فاهم ان في منطقه هتسمى منطقه الابتلاء. اول يا حبيبي ما هتبدا لازم هتختبر. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، التزمنا، تبنا، أنبنا، عاهدنا الله أن نمشي في طريق الجنة وهم يفتنون. لازم هتختبر. الاختبارات دي عشان يعلم الله صدقك. يبقى دي اختبارات في الايه؟ في الصدق، في صدق العزيمة، في صدق الإرادة. ربنا اللي قال كده. فتحذر منطقة الابتلاء. يبقى لابد أن تعلم أنك في أول الطريق ستبتلى في عزيمتك وستبتلى في إرادتك. خلاص؟ وإنك تبقى عارف إن الموضوع في أوله هيبقى تقيل، والتقل ده مراه. قيام الليل في أوله هيبقى تقيل، مش هيبقى بالسهل اللي أنت بالسهولة اللي أنت متخيلها. الصيام هيبقى تقيل. طب ساعتها هتعمل إيه؟ اصعد وسنسهله لك. بس بعد إيه؟ صعود. كلمة صعود معناها إيه؟ شيء صعب اللي هو إيه؟ صعب. فلا بد ان تعاني الصعاب ثم ياتي بعد ذلك التسهيل. يبقى في شويه صعوبه في الاول. دي من طبيعه الطريق. ده لازم، ده لازم. الله قد آل على نفسه بذلك، انك لازم هتختبر في الاول. بس تبقى فاهم ان الاختبار ده ليه مده ولا ملوش مده؟ ليه مده يا حبيبي. هو في اختبار بيتنيه طول العمر. يعني في اختبار مثلا بتخش اللجنه الامتحان بيقول لك ايه؟ امتحان مدته ايه؟ ساعتين. امتحان مدته ايه؟ 3 ساعات. يبقى ده اختبار في الاول محدد. مش هيبقى الطريق كله كده. ده في الاول بس ربنا يشوفك هتجتاز الاختبار ده ولا مش هتجتازه. هتجتازه هتلاقي الموضوع بعد كده في منتهى السهوله. يبقى لابد لكي تستمر ان تصر ان تتقدم ولا تبغي عن مرادك حولا، وتعرف ان انت لو وقفت هترجع من الاول تاني. يبقى لازم ايه؟ انوء بصدري، زي ما قاتل 99 نفسك انا ينوء بصدري. تنوء بصدرك على قيام الليل، تنوء بصدرك على الصيام، تنوء بصدرك على قراءة القرآن، وتعرف ان قراءة القرآن في أولها مش سهلة، قراءة قيام الليل في أوله مش سهل، وتبقى عارف ان ده اختبار هتختبر فيه ولا بد. لو صبرت وجاهدت واعتادت نفسك هتوصل وهتبقى لك سجية. وبعد كده انت اللي هتتخنق لو ما عملتش. زي واحد لما يبدأ معاد الغدا ما يجيش في الميعاد المظبوط، بطنه ايه؟ تلوى عليه. خلاص انا جوعت عاوز اكل. ماشي؟ اغلب السالكين بتنقطع انفاسهم في الاختبار، ملوش نفس، فما يكملش الامتحان. فشربوا منه الا، فيبدا يجي له فطور، ملل، تثبيط، يبدا تظهر له معوقات، ملهيات يتلهي هو بيها. لا ده انا مش عاوز اقول لك ان بعض الناس بيحس بارتياح، ودي كارثه. ان هو لما يريح يعمل ايه؟ لما يريح يرتاح. لما يريح ايه؟ لما يريح يرتاح. خلاص بقى الدنيا بقت ايه؟ طب خلينا كده شويه نبقى نفوق بعدين. طبعا يجي فوق ما يفوقش. ويتاني بقى في الابتداء ده خلي بالك من حاجه. لو طالب ما نجحش في الماده ايه اللي بيحصل؟ بيعيد. طيب ما نجحش في اولى بيعمل ايه؟ عيدها تاني. ممكن تسقطه السنه وممكن يطلع بقى تاني ويطلع بقى ثالث. انت لازم تعدي الاختبار. يعني لازم تعدي الاختبار، لازم تنجح في الماده. يعني لازم تنجح في الماده. واللي ما بينجحش في الماده من اول دور مده الامتحان بتاعته بتطول. مده الامتحان بتاعته بتطول. بمعنى هو لو الطالب فهم الدرس من اول مره الدرس هيتعاد له تاني؟ لا،
عشان كده يا جماعه هي ليه الفتن متتاليه على الامه؟ لانها ما فهمتش الدرس من اول مره. احنا لو فهمنا الدرس من اول مره وخدنا قرصه ودن كده في هزيمه معينه وفوقنا لنفسنا، تاني مره خلاص هتنتصر، والثالثه والرابعه والخامسه. انما تلاقي هزيمه بعد هزيمه وفتن بعد فتن، احنا ما فهمناش الدرس من اول مره، فالمدرس بيشرح الدرس تاني، تلاقي الدرس بينشرح لك تاني، ولله المثل الاعلى. فاللي ما فهمش الدرس من اول مره هينشرح له تاني وتالت ورابع، فيفتن ما يفهمش، يفتن تاني ما يفهمش، يفتن تالت ما يفهمش، يفتن رابع ما يفهمش. وعليه هذه الفتره لو انت قاومت هتكتسبها بسرعه. يعني ممكن الفتره ديت على فكره الائمه وقتوها بسنه. وقتوها بايه؟ بسنه. يعني قال لك من خلال خبره السنين في عالم التزكيه والتربيه، كتير من علماء التربيه وقتوها بايه؟ بسنه. قال الامام عماد الدين الواسطي: من جاهد نفسه سنه نحسب ان الله يلينها له بعد ذلك. ده كلام الامام عماد الدين الواسطي، وكان شيخ الاسلام يقول عنه هو جنيد عصره. هو جنيد ايه؟ عصره. يبقى الراجل بيتكلم الخبره، بيتكلم الخبره. فانت هتبدا في سكه قيام الليل، محتاج تجاهد نفسك سنه. عاوز اظبط نفسي على صيام 3 ايام كل شهر او صيام اثنين وخميس، اجاهد نفسي سنه. طيب سؤال، لما هتيجي تجاهد نفسك سنه تظن ايه اصعب شهر في ال 12 شهر؟ اول شهر. اول شهر عديت اول شهر هيبقى بصعوبه جدا على ما تظبط نفسك في قيام الليل. عديت اول اسبوع في الصيام هيبقى بالغ وهتدوخ وهتغمى عليك وبتاع، وبعد كده الثاني في الثالث في الرابع خلاص عدت. فالخطر، كل الخطر ان الانسان لو ريح انه يرتاح، فيتنيه في مرحله الابتلاء بعد ما صاحبنا اجتهد وعدها بعد سنه، تيجي انت ما انتش عارف تعدها بعد 10 سنين. وده سر يا جماعه. احنا بنشوف اخوه بقى له 10 سنين محلك سر، بقى له 10 سنين ما ختمش، بقى له 10 سنين ولسه الورد بتاعه زي ما هو. ليه؟ ما جاهدش نفسه، ما عداش فتره الابتلاء. لو انت فهمت ان انت هتبتلى، ولو فهمت ان ابتلاءك ده مش هيطول، ولو فهمت ان الابتلاء ده مؤقت، ولو فهمت ان انت لو قاومت نفسك هتلاقي الموضوع هيبقى بعد كده عاده بالنسبه لك ما فيهاش ادنى تعب. قال صلى الله عليه وسلم: الخير عاده. معنى كلمه عاده ايه يا جماعه؟ انك بعد فتره مش هتحس بحاجه. يا جماعه تخيل النبي قال كلمتين اتنين، انتوا عارفين معنى كلمه الخير عاده دي؟ علماء التربيه وعلماء التزكيه يكتبوا فيه كم مجلد؟ ينكتب فيها مجلدات في قوله صلى الله عليه وسلم ايه؟ الخير عاده. يعني بعد فتره هتلاقي نفسك انت بتعمله وانت متعود عليه بمنتهى السلاسه وبمنتهى الحب وبمنتهى صفاء النفس وبمنتهى سماحه النفس، وانت نفسك سامحه بالعباده غير ضانة بها على ربك. فاعلم ان هناك اختبار لصدق العزيمه، وانك لابد ان ستبتلى، وان هذا الابتلاء سيقصر وتقصر مده الامتحان اذا اجتزته، وقد تطول اذا اهملت. فهذا قد كفايه. الحمد لله رب العالمين.